عايز اقول بس كلمتين في الاول كده، ان انا هدفي من الفيديو ان شاء الله تخرج من الفيديو عارف بالظبط قسم طبيه في سوق العمل عامل ازاي. يعني قسم طبيه في الاقسام الكتيره بصراحه الكلام على النت عنده بيبقى مش دقيق قوي، وبقى دايما تحفيزي يقول لك القسم كله قسم سهل، المرتبات كويسه مش عارف ايه. لا انا عايز اوضح لك الصوره بالظبط ان شاء الله كده لما تخرج من الفيديو تكون عارف انت بتختار قسم طبيه او لا. عارف الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس ان شاء الله هقسم لك الفيديو الاسئله، كل سؤال في جزئيه معينه وتقدر تمشي الاسئله. بس انصحك تتفرج على الفيديو كامل لان ان شاء الله هيكون مفيد ليك. باشمهندس احمد درويش من احد افضل الناس المتواضعين صراحه، كان لابق جدا في الكلام بجد، من اكتر الناس متميزه والله في قسم طبيه وعن معزه شخصيه يعني بصراحه. فان شاء الله نقدر نفيدك، وان شاء الله يبقى بلاي ليست كامله كده لاقسام هندسه تعرف انك تختار قسم ايه بوضوح. فيه ممكن تعرف نفسك؟ تمام جدا. انا احمد مصطفى درويش، حاليا في جامعه مصر التكنولوجيا. بقيت المسار على خير، نازل مشروع التخرج، وطبعا الكليه 5 سنوات. طبعا السنه الاولى اللي هي سنه تخصص، السنه الاولى اللي هي اعدادي في البريطاني في الشروق، ودلوقتي حاليا التخصص بتاعي ده ايه جامعه مصر الكبرى. والحمد لله يعني تخصصي في قسم طبيه جه. طب النهارده عايش مخطط للموضوع قبل. ماشي، نبدا ان شاء الله كده على خير، وان شاء الله تخرج من الفيديو ان شاء الله موضح لك كل حاجه يعني في قسم طبيه بالظبط. تخش او ما تخشش هتكون مكرره ان شاء الله باخر الفيديو. طب نبدا باول سؤال كده. طبيعه الدراسه في قسم طبي او ايه المواد اللي هدرسها؟ في ناس كتير بتبقى خايفه من مثلا مواد كتير في علم علوم وكده، فايه طبيعه الدراسه؟ انا عايزك تكلمنا كده برضه عن الدراسه لما يخش ان شاء الله يبقى الدراسه عامله ازاي. تمام جدا. طيب بالنسبه لدراسه البدايه خالص، في مواد كتير من اقسام اخرى انت بتدرسها. يعني في البدايه عندنا في الجامعه عندنا مثلا المحتوى العلمي مش بيتركز على قسم طبي غير في اخر الانجلز سنتين. تمام. قبليها انت بتاخد مواد اساسيه، مثلا في كهرباء، في اتصالات، ماس 5 ماس 4 مثلا، فيزيكس مثلا لوجيك، سيركتس، الكترونكس، استخدام هاندس. فانت بتدرس الحاجات دي بشكل متقن عشان تقدر بعد كده تتعامل. يعني اول سنتين هيبقى كل بتوع هندسه كهرباء عموما نفس الحاجات، ما بناخدش مثلا اسم هندسه لان احنا مثلا قسم هندسه خلاص. ميكانيكا مثلا بياخدوا، لكن كل اقسام كهرباء بياخدوا الكترونكس، بياخدوا سيركتس، بياخدوا ماس، كلنا زي بعض لسه ما تخصصوش في طبيه. لا بص، هو احنا بنتخصص ولكن بيكون ناس بناخد كلنا مع بعض. لا انا قصدي يعني في اول سنتين ان احنا ما انفردناش بالمواد القسم بالظبط. يعني حتى انت ممكن بعد كده تحول من قسم لقسم تاني انت واخد نفس النية بالظبط. تمام ماشي. طب احنا يعني خلاص عدينا اول سنتين، ثالثه ورابعه بقى. تمام جدا. طيب بالنسبه لثالثه ورابعه تبدا انك تدخل في مجال، تبدا انك تتعمق اكتر. عندنا مثلا في مواد فرعيه تقدر تحصل عليها. المواد ديت بتكون متركزه اكتر على حاجات انت ممكن تقدر تشتغلها. بمعنى مثلا حد يهتم بحاجه علم اسمها بايوانفورماتكس. تمام. عندنا ماده اسمها بايوانفورماتكس ممكن تاخدها. تمام. هي مش مطلوب عليها عشان تشتغل، يعني انت لو ما خدتهاش مش هتشتغل كده لا، ولكن هي موجوده في انك تقدر تحصلها. ماده ثانيه مثلا تخصصات اخرى عندنا حاجات تقريبا متعلقه ايمجنج بروسيسنج مثلا. الايمج بروسيسنج بالظبط. بس الايمج بروسيسنج مثلا برضه دي ماده اختياريه بس مع ذلك تقدر تاخدها بالشغل. تمام. وغير المواد في مواد اساسيه عليك تاخدها من بعض المواد الطبيه، ولكن المواد الطبيه احنا مش منهم زي بالظبط. خالص. فلما حضرتك انت توصل لطول بس هي مش بالظبط، ولكن مش يعني. ماشي. يعني مثلا خايف دلوقتي انه يخش، انا ما كنتش بحب المواد اللي فيها بايو عموما، فهل اخش قسم طبيه ولا الكورسات دي هتبقى مضايقاني فعلا؟ يعني الكورسات اللي هي مثلا اناتومي، بايو فيزيكس مثلا، بايو كيمستري، الحاجات دي كلها. طيب هو اول حاجه لازم انا اكون عارف انا بالنسبه لحاجه انا حاببها. تمام. الحاجه ديت في تحديات وفي حاجات انا مش حاببها. صح. كده اي قسم هيكون في حاجات انا ما بحبهاش، فانا لازم استحمل واجي على نفسي علشان خاطر كده. صح. المواد الطبيه في ناس مثلا تقول لك انا ما بستحملش الدم، انا ما بستحملش اشوف حاجه فيها، ما بستحملش اي حاجه طبيه. الهيكل العضلي الانسان دوت هو مخالف جسم الانسان، انا مش عايز خلاص انت ليه انت بالظبط كده شيء انا ليه اكيد عشان تحاول شيء. اما بس برضه على حسب التخصصات برضه، يعني مش هتحتكي بيها قوي هنا مثلا في مثلا لو انت شغال مثلا سيلز مثلا، فانت مش هتحتاج خالص بالجراحه والعمليات وحاجات زي كده مثلا. لكن انت مهندس مثلا كلينيكال او كده، فانت ده شغل صميم شغلك تقريبا. بالظبط. يعني حتى من شغل الكلينيكال برضه انك ممكن تقدر تعرف عن عمليات. انت
يعني انت بتبقى احد افراد يعني غرفه العمليات، عشان لو جهاز اتعطل او كده. بالظبط لو جهاز على الجهاز، مش انت مش دعوه بالمريض. ايوه بالظبط مش على الجهاز فقط. جهاز مثلا تخدير حصل فيه عطل، فالمريض هيفوق ولا يعمل ايه، فانا مسؤول عن الموضوع ده. بالظبط لا قدر الله يعني. بس دلوقتي بنقسم صح. وجهة نظر يعني في المواد اللي هي ليها علاقه بطب او كده، بتبقى برضو الكورسات بتبقى خفيفه، ونوعا ما الدكاتره بتكون متفهمه ان انت من علم رياضه وكده، فبيكونوا برضو بياخدوا المعلومات تقريبا سطحيه بالنسبه للطب، سطحيه. اكيد طبعا. فمش شايف ان هي ممكن احد الاسباب ان تمنعه انه يخش، يعني لو هو حابب المجال لا، عقبه هيقدر يخطيها يعني. صحيح. هل لو انا دخلت قسم طبيه خلاص كده ما فيش شغل داخليه ثانيه، ولا لا ممكن انا في تفرعات ثانيه او ايه؟ يعني عايزك تتكلم عن الحته دي. تمام. هو القراءه يعني مثلا دلوقتي على قد ايه شغل، على قد ايه تخصصات في الشغل، فمجالنا ما شاء الله واسع قوي. اصلا غير تشوف بقى بنتكلم يعني لو كان على البيت اللي احنا اتكلمنا فيه، لو قلنا انت اسمه سبعه بالظبط، انا معناه انك تقدر تدخل بس مش نفس المتخصص في القسم. يعني مثلا حاجه زي السوفت وير تمام، انت مش هتكون زي باشمهندس ولكن انت هتكون متخصص فيما يتعلق بمجالك يخص الكمبيوتر. شغلها ناس بيسكس فيه. لو انت برضه اشتغلت على نفسك تقدر انك يعني ممكن تشتغل في سوفت وير في الاخر، لو انت اشتغلت على نفسك بس خدت كورسات او كده. طبعا عشان انت بالذات السوفت وير اصلا في القسم عندنا كتير شويه. حتى غير كده في الزمن الحالي اللي احنا فيه بيتعصص كتير جدا اونلاين بالظبط ومجانيا. فانت ممكن فعلا تشتغل على نفسك. طبعا انا عادي بقول مش متخصص قوي في القسم، وكمان انت ما اشتغلتش في مجالك في الاخر، لا انت قسم طبي مش مطلعك اصلا عشان تبقى مهندس سوفت وير، بس هو بيديك بيزك بتاع السوفت وير برضه عشان تقدر تاهلك انك تبقى شغال مثلا ايمجن بروسيسنج على الاجهزه او حاجات زي كده، مهندس صور او كده. او في برضه حاجه مش الباكس او الاس او الاس او السوفت وير بس برضه صار كتير مش مهندسين. بالظبط، يبقى احنا مجال تخصصنا انك تشتغل على حاجات زي كده، لكنك مش بتشتغل ويب ديفلوبر مثلا او موبايل ابلكيشن او كده. انا شغل ديفلوبر او شغال في موبايل ابلكيشن، لكن متعلق بايه؟ بمجالك برضه. دي مجالنا برضه يعني. فهمت قصدي. يعني علشان كده في مشاريع تخرج جنب اصلا يعني طب سايتس او يبقى فيه موبايل ابلكيشن، بس موبايل ابلكيشن بدايته كان مشروع تخرج لا، ولكن يبقى فيه موبايل ابلكيشن ومعاه بقى يعني بتخرج بحاجات ثانيه اصلا. فهمت قصدي كده. احد الاسئله اللي لقيتها كتيره قوي هو ايه مجالات شغلنا كطبيه، يعني ايه المجالات اللي انا اخش طبيه فهي دي ده من صميم شغلي، مش بعمل شيفت كارير بمعنى صح، لا انت ده شغلك. صراحه في مثلا عندنا مجال السيلز، في مجال في مجال التكنيكال او مجال الترابل شوتنج الصيانه، في مجال السوفت وير طبعا، في مجالات تانية بقى بس ممكن مش موجودة عندنا في مصر، يعني ده وزن دارج قوي او في مصر. طب ماشي شويه قوي. ماشي R&D اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت. ماشي هبدأ معاك واحده واحده كده. السيلز بيقول لك ان السيلز انا مش هطلع مهندس وفي الاخر اشتغل سيلز، فانت ايه وجهه نظرك برضه في الموضوع زي كده؟ والله بص يعني مهما كان يعني لازم برضه نحترم مجال السيلز مهما كان هو مجال ما شاء الله الناس كتير تشتغل فيه هو مجال مش سهل تمام، يعني مش اي حد يقدر يشتغل مجال السيلز. ليه؟ انا ما اشتغلتش سيلز قبل كده، ولكن دوت من اللي انا شفته مثلا مش مهندسين يعتبر اساتذتنا يعني وكبار في المجال. لا مجال السيلز برضه محتاج كده عقليه معينه تمام. لو واحد بيقول انا لو قلنا مثلا كشغل غير مبيعات معلش مين بتبيع مثلا بتبيع قصصيه بلاقي بالظبط. انا كنت عايز اوضح النقطه دي ان الاجهزه الطبيه مش زي ما انت فاكر كده، في اجهزه MRI والسي تي اجهزه معقده يعني معقده جدا، فان هو يبقى فاهم عشان يبيع الحاجات زي كده لازم يكون على نوليدج عالي، يعني مش ببساطه مش بيبيع زي ما انت قلت كده كرتون شيبس يعني ايه المميز فيها بالظبط، لكن هو عارف ان كل حاجه وايه مميز هنا، الايه مش مثلا دقتها عامله ازاي، في اجهزه احسن من اجهزه في حاجات معينه، فهو بيقدر يوضحها للدكتور برضه ان يقول له الجهاز ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا. هو في الاخر سيلز بس هو يعني بيكون فاهم برضه كويس جدا عشان يقدر يشرح الدكتور وكده، ويكون بيتعامل مع دكاتره برضه مستوى كويس، يعني مش حاجه سهله خالص. حتى برضه الناس اللي بتكون في ناس كتير قبل ما بيدخل سيلز بيكون قبلها
الصيانه شاطر جدا بالظبط. بس يكون فيها كل زرار اللي هو حتى لو حد سكسر بجيبه مثلا اديله كتالوج معين ذاكر لي بعرف الكتالوج دوت وفهم لي كل حاجه عن الجهاز وهيعرف تجيبه. بصراحه في ناس كده ما شاء الله عندها حظ ان هي عارفه تحل تعرف تشتغل اي حاجه لو جبت قلم بتاع بص ولكن برضه في حاجات بقى اللي هي شركات كبيره او برضه بتتعامل مع عملاء مش حاجه بس برضه الكاس عندها انت بقى الكاس غالي قوي هو برضه مش هيدفع فلوس كتير كده صح. لازم تعرف مش فكره بقى ده صح فقط وان الثاني يكون معاها سكيلز ثانيه كتير حواليها عشان تعرف فعلا انك تجيب كذا بيرسوناليتي وطريقه اللغه بتاعتك فعلا من اهم الحاجات عشان مهما كان في الكاس اللي انت بتتعامل معاه هو اكيد برضه كان مره تجربه كتير مثلا يا اما مع ناس خلينا نقول تجربه سلبيه او تجربه ايجابيه تمام بس هو فيري كويس يعني كان في حتى دكاتره ما شاء الله في احد الترينز كنت اتعاملت معاه على ثقافه ودرايه عاليه جدا مش اي سيلز ده اللي بتتكلم معاه صح بالعكس ده ممكن يعلق على السيلز ايوه هو بيعمل كده فانك تعرف تجاه الناس تمام لكن انك تكون شخص سيلز فقط لو تاخد الفريش ده هيكون ترين رياكت بالمناسبه من اللي السيلز بيبقى كتير جدا ان شاء الله ده على حد تاني طبعا فعلا من السيلز الكوميشن اللي بياخدها معموله على الجهاز اصلا بتبقى على الجهاز بملايين فهو لما ياخد 1% خلاص فدي شكل تمام. انت قلت برضه الميديكال بلاننج وكلينيكال انجينير ماشي كلينيكال انجينير وميديكال بلاننج ايه يعني بعمل ايه؟ بص الكلينيكال انت بتكون باشمهندس بتفهم بالمستشفى اللي انت بتكون موجود فيه يعني في طبعا اجهزه انت بتشرف عليها بيبقى في كاليبريشن وقت التاني اصلا اصلاحات مشكله الصيانه الكلام ده كله بس في اجهزه طبعا بتشرف عليك فيها بيبقى في الشركه اللي اكيد هو اللي بيجي يتعامل معاك تمام. في بقى برضه باشمهندس كلينيكال لما بيبقى عنده خبره كافيه يكون هو زي كونسلتنت عن المستشفى اللي هو فيه وبيقدر ان هو بعد كده يحدد مثلا ديل معين للمستشفى اللي هيجيب له اجهزه من الشركه الفلانيه بالسعر الفلاني تمام. مع الوقت بقى ومع خبره معينه في مثلا خامات معينه في الصفحه ده بيقدر يحط عليها اونلاين الشركه اللي كويسه مثلا مش الثاني اجهزه بعض معين في المستشفيات طبعا الموضوع هو مش يعني في اجهزه تقدر تعرف المستشفى انك بس تبني او صيانه دوريه او كده بالظبط ده نوعا ما بيكون كافي بس برضه كل جهاز بيبقى له العمر بتاعه كده لازم الجهاز يتغير بس دوت طبعا الكلام ده انا جايبه منيش كنت برضه تدريبات التدريب في المستشفى طب ممكن برضه اضيف حته صغيره كده ان يعني في عيوب في المجال زي كده كلينيكال جي ان انت بتكون مثلا لو في غرفه عمليات وفي جهاز ريتن فيها فانت بتكون مسؤول مع الدكاتره وتيم الدكاتره فبرضه اصحاب القلوب الضعيفه مش هيستعملوا حاجه زي كده فاحنا بحاول اوضح الحاجات السبيسيفيك في الموضوع عشان ما حدش يتفاجئ بحاجه يعني مثلا كلينيكال انجينير او كده انت هتكون بتنزل مع الدكاتره في فتره عمليات او كده فممكن حد ما يستحملش انا بصراحه ما استحملش انا نفسي استحمل وبعدين ما نفسيتي هتتدمر الصراحه انا مش يكون سهل على اي عشان تبقى كلينيكال برضه ممكن يكون معظم الشغل والله عمليات دورات عمليات يعني في حاجات بتبقى بيس يعني مثلا انت بتفتح مثلا جسم المريض او حاجه عشان دي الفكره يعني برضه بس انت بتدخل ايه انت مش هتدخل على المريض بالظبط مشرف على الاجهزه. طب النقطه الثانيه انت ما قلتهاش برضه الميديكال بلاننج ايه شغله؟ طيب هو الميديكال بلاننج يعني معلومات مش كتيره فيه قوي خدت فيه تريننج وكده طبعا مش اسمها ريفيوز اسمها الميديكال بلاننج يعني بتشتغل مع مهندس البدني والمعماري انك انت تقوم المستشفى تكون مسؤول عن الاقسام الموجوده فيه مثلا اجهزه الاشعه بتكون فين برضه المسافات اللي بتكون ما بين الغرف عشان الاشعه الضاره طالعه من اجهزه الاشعه دي ما ينفعش نحطها مثلا جنب عنايه مركزه مثلا او حاجه زي كده يعني اعزل الغرف بالظبط كل حاجه بتكون مكانها فين صح علشان ان المستشفى اللي هو يعني مش بتشطب شقه يعني بتشطب المستشفى فبرضه في حياه ناس وكده فكل حاجه لازم تكون صح برضه يعني انت عندك معلومه عن الكابتن هو بصراحه ما عنديش معلومات كتيره يعني تخصصات بتبقى كتيره فما بقاش واحد ملم بكل حاجه يعني فهو التوتال زي ما باشمهندس قال كده بالظبط انك تبقى متعاون مع المهندس المدني او المعماري في انشاء المستشفى والعزل بتاع الغرف مين تحط فين الغرفه حجمها قد ايه تنظيم المستقبل يعني بمعنى صح يعني بتنظم ان المستشفى بعد كده هتبني ازاي بالظبط دي المعلومه اللي عندي الصراحه ما عنديش حاجه ثانيه. ممكن برضه نضيف حاجه ثانيه عشان قلت نقطه مهمه قوي فيما يخص
التخصصيه. بمعنى مثلا لو تمشي تقول انا عايز ادخل ميديكال كلينيكال وتكنيكال، مش كلام ده. ايوه دي نقطه كبيره جدا، ونقطه عشان هي قضيه من عمرك كتير. انت تشوف حاجه انت حاببها وعايز تتخصص فيها، مستثمر وقتك انك انت تبقى اشطر واحد في الحته دي. بس انت تقدر تقول انا عايز اخد من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني مش هتعمل حاجه، هتوصل لنولج بسيطه عن كل حاجه كده وانك تكون مش عارف ده مش عيب، بس انك تكون فاهم في حاجه معينه دي شغلها بقى. يعني ما ينفعش مش عارف خالص يقدر يلم من اول كلها. حابب المجال، طب انا ما جربتش ده، طب انا ما جربتش ده، ماشي، بس يعني اعرف كل حاجه عن المجال، او حاول توصل للناس اللي شاطره في المجال، تقعد تتكلم معاها وتفهم منها وتسال عن كل التفاصيل اللي انت عايزها. ليه الشخص اللي قدامك دوت المتخصص ده مثلا في الميديكال بلاننج او الكلينيكال او التكنيكال يكون مثلا قاعد 10 سنين 20 سنه، تمام، بالظبط فكره بسهوله في ساعه او اكتر. وطبعا سنين حياته وخبرته دي كلها بشكل كده مش بس يعني هيديك المفيد اللي يخليك تحدد انت عايز تبقى ايه. ايوه بالظبط كده، ايوه هيوضح لك انك تكمل. وبصراحه الاحسن برضو ان هو يجرب، يعني يحط نفسه في الحاجه يعني مثلا. بس ما تطولش عشان لو بتطول هتلاقي نفسك بعد كده مشتت، هتلاقي نفسك بعد كده تيجي تتخرج عايز تشتغل في مكان. طب انا لا، انا مش عارف ان انا عشان ليه بقى، هتلاقي نفسك ضيعت من عمرك. يعني بلاش انت حدد انت عايز ايه بالظبط واشتغل عليه، بس فعلا ان اهم حاجه كل حاجه تفرق. طب الحاجه الخامسه مهندس الصيانه، ايه شغله؟ طيب هو طبعا انت ممكن، كنا قلنا برضه في جزء كبير انه هو انت ممكن تشتغل لوحدك او ممكن تشتغل في شركه او ممكن انك تشتغل طبعا مثلا ممكن يكون تفتح مكتب لنفسك او كده قصدك يعني؟ يعني هو انت مع نفسك او تبع شركه، سواء شركه مثلا لوكال او مالتي، فانت بتكون بتعمل انك الجهاز انت حرفيا رايح تصنع فيه عطل ما. العطل طبعا يا اما بتكون تجاريه يا اما بتكون بايدك فتحصل، ولكن مع الخبره بتكون بعد كده متمكن انك ايه يعني نقدر نقول تتعامل مع اي جهاز في الاجهزه، مش اي جهاز اللي هو في المطبخ، لا اي جهاز في الاجهزه اللي انت متخصص فيه. مثلا حد متخصص في صيانه اجهزه الاشعه. ماشي، يعني برضو انه نوضحها، انا عايز اوضحها من كلامك عشان ما يبقاش واخد باله هو بتعدي يعني ان مش الصيانه هتبقى صيانه كل حاجه بالظبط، لا انت بيبقى جهاز واحد بس. يعني ومش ده صح بالظبط، بس ممكن نقول كاتيجوري معين. يعني مثلا لو مثلا سي تي او ام ار اي، يعني يا سي تي يا ام ار اي مثلا انت تقدر الاثنين بس برضه لكن الاجهزه لما بتصغر بقى مثلا اي سي يو فانت بتبقى فنتليتور كذا مثلا. يعني مثلا في اجهزه منزل او اجهزه الرعايه او اجهزه العمليات او كده. لو قلنا في حد متخصص فيها او ماسكها شغال عليها الكلام ده كله، ما ينفعش انك انت تجيبه مثلا يصلح جهاز زي جهاز اشعه كبير زي الاكس بي او الار اي او بالظبط، ما ينفعش. لا في احترام للتخصصات، في احترام. انا مش مهندس تكنيشن او مش مهندس صيانه ولكن في اجهزه اللي انا شغال عليها بقالي فتره او اللي انا متعلم عليها او لا عارف، فدي نقطه مهمه بقى ان انا مش في المطلق. وفي نفس الوقت انت مش مهندس، يعني انت بتقدر تحل اي مشكله ممكن تقابلك يعني، ولكن ده برضه محتاج الاجهزه. مش كل الاجهزه حد يقول لك صيانه مش مسطب حلو مثلا مش الجهاز بتاعك في الجامعه انت بتتعرض للفضليات بتخليك تقدر تتعامل مع اجهزه كتير، ولكن بعد كده بقى انت في الشركه زي ما فعلا بتيجي تقبض فلوس او الحاله عليه بيديك تريننج قبلها انك على الجهاز ده بس. بالظبط، التريننج ساعات ممكن نفس السنه. في شركات بتديك 6 شهور، شركات محترمه والله حتى برضه في شركات اللي هي الشركات البسيطه او كده لا اصل يمكن تعمل مشكله في جهاز خاص الشركه ملايين. بص انا خليك برضه تتكلم في حكايه الشركات دي. الشركات كلها مش زي بعض، يعني في مستويات في الشركات. ففي شركات مثلا بتنزلك تريننج مثلا 6 اشهر فبتطلعك مثلا تكنيشن عالي جدا وعندك نولج كويسه جدا. في شركات بتبقى لوكال وكده، هنتكلم بقى مرتبات الحاجات دي كلها، بس هنيجي الحته دي ان شاء الله. فانت وضحت كده ان مهندس الصيانه مش لكل الاجهزه، ومهندس الصيانه بيكون شغال في شركات، ما بيكونش شغال مثلا في المستشفيات او كده يعني، لا هو موقعه في الشركه مثلا شركه توشيبا، شركه فيليبس، شركه جي اي، وفي شركات لوكال برضو مش فاكر اسمهم ايه. فانت بتكون شغال في الشركه دي وبتنزل تصين اجهزه في المستشفى بالظبط، وبتتعامل بقى مع كلينيكال انجينير. انت ممكن ليك يعني انت كده تحتاج ليك شغلك انك ليك شغلك بالظبط ليك شغلك يعني. او مثلا الكلينيكال انجينير يعني مثلا
زي التوكيل كده بمعنى اصح، مثلا انت بتتصل بالصيغه بتاع التوكيل بيجي لك فبيتعامل مع الجهاز وممكن يبقى باحتكاك بسيط قوي. بالظبط. يعني مثلا لو انت رحت المستشفى اول مره، تمام، وجالك الشغل بتاعك، الشركه قالت لك ننزل في جهاز تبعنا، مثلا جهاز اشعه معينه موجود في المستشفى الفلانيه، تمام. وعايزينك تنزل تروح تعمل سوا. طيب انت دلوقتي رحت المستشفى اول مره، طبيعي انك ممكن تسال على مكان جاهز. ولكن في بعض الاماكن في المستشفى بيكون ليها اصلا كود، يعني انت لازم تكتب سر كلمه سر عشان تقدر تدخل اصلا عند الجهاز ده. بالظبط. تمام. مين بقى اللي هياخدك؟ بالظبط، يعني تعامل سطحي قوي ماليش علاقه بيه، بس انا بنزل بتعامل معاه بتعامل سطحي بس. بالظبط. بالظبط، تعامل سطحي. حتى برضه مع الدكتور عشان ايه؟ ممكن مثلا يبقى العطل، يعني برضه ما هو الباشمهندس لازم يسمع العطل ايه. ايوه تشخيص الحاله. الله ينور عليك. هو بيسمع يقول له مثلا والله ده في مشكله الفلانيه موجوده في الجهاز، بقى لها قد ايه؟ كذا كذا كذا، فيعرف مثلا الباشمهندس ايه اللي داخل عليه دوت علشان يقدر يتعامل معاه بالشكل الامثل وفي اقل وقت ممكن، علشان برضه ان الجهاز يتعطل لفتره طويله دي مش في مصلحه المستشفى ومش في مصلحه الجهاز، علشان برضه ده تعاون الجهاز زي ما قلت لما يتم تحليله. بالظبط. عايز برضه نوضح حته كمان، انك تبقى مطلوب في اي وقت. يعني ممكن مثلا في مريض مثلا على جهاز معين، فانت لازم مثلا الساعه 5 الفجر الساعه 4 ايا كان الوقت ايه، المهم انك في اوقات معينه ساعات بيجي لك اوردرات كده وانت نايم في بيتك، مش لازم انك مواعيد عمل بقى حاجات زي كده، صح ولا برضه ايه رايك؟ انا مش شغال في شركه قبل كده عشان اقدر اجزم بده، ولكن لو قلنا مثلا في اجهزه فيها حياه او موت، تمام، جهاز زي دوت انا لازم اكون يعني مثلا حاجه زي العمليات، انا هكون بقى مش مهندس في غرفه العمليات، انا مش هستنى مع حاجه معين يحصل فاستدعي مش مهندس. والله في عدد ساعات عمل معينه على مدار اليوم بيتم استدعائك او بتبقى حاجه ارجنت قوي قوي، بس برضه مش بيبقى ايه يعني مش فور فري. يعني الشركه برضه بتعرف ازاي ان هي والله لا انا بوفيك كذا 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 كذا، ف يعني بيتم الموضوع بالديل او بالوثاق ما بينهم وبين بعض يعني. اخر مجال كنا قلناه برضه كان السوفت وير انجينير، وده اتكلمنا عليه يعني شغله ايه وكده، صح ولا تحب تضيف حاجه برضه ضيف يعني؟ السوفت وير هو مجال رائع ان شاء الله، يعني يعتبر السوفت وير في المستقبل، ولكن في نفس الوقت انت لو هتبقى سوفت وير فانت اعرف انك انت هتقعد عدد ساعات كتير قوي على الجهاز بتاعك اللي هو اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، صح. انت بقيت ديفلوبر، انت ديفلوبر، ف اوكي السالري حلو وكل حاجه والكلام ده كله، ولكن برضه لسه يكون عندك الملكه دي. اول حاجه طب ايه المجال اسمه ده في مصر؟ متعلقه بمجال في حاجه اسمها الريس دي ابلكيشن دي هوسبيتال انفورميشن سيستم، وريس برضه ريفيوجن انفورميشن سيستم، ديت بتهتم بالبيانات الخاصه ب المرضى لو في المستشفى زي داتابيس كبيره كده، وانا مثلا ممكن اعرف المريض دوت كل مريض بيبقى ليه الملف بتاعه او بيبقى ليه الداتا بتاعته، تمام. فالباشمهندس الطبي يقدر اللي هو يدخل في الحته دي. في نفس الوقت برضه عندنا انك تقدر تدخل الذكاء الاصطناعي في الايه؟ في المجال الطبي. الموضوع دوت انا ما شفتوش كتير قوي في مصر، ولكن بيكون موجود حتى في ستارت ابس، انا مش متذكر والله اسمهم دلوقتي، ستارت ابس بتهتم ان هي تدي تشخيص دايجنوسيس لبعض الامراض اللي بتكون موجوده للناس، مثلا سواء الامراض السرطانيه، انواع السرطانات كتير بقى ربنا يعافينا، فبيبقى في اي انت بتوريه الصوره وهو اللي بيديك التشخيص، بعد كده بناء عليه بقى بيرتدي الالات الانسب للواي اوت. في كمان عندنا على اللي بيقولوا هارمز موبايل ابلكيشن. بس دي از ديفلوبر عادي خالص، يعني زي يعني انت بتكمبيت مع حاسبات وبتكمبيت مع ناس كلها، ما بتبقاش انت ايه مثلا انا ليا مجال بتاعي انا لوحدي، لا انت بتكمبيت مع الناس كلها في المجال بتاعكم كلهم. يعني مثلا موبايل ابلكيشن انت اكيد مش تعمل موبايل ابلكيشن للمستشفيات بس او كذا بس، لا انت بتبقى ديفلوبر عادي برضه، انت بتاخد النولج بتاعت اي ديفلوبر برضه بالظبط يعني البيسس لازم، يعني البيسس لازم تكون قويه. بالظبط. انت فعلا الشغل شغل، فانت تبقى سوفت وير انجينير، فانت هتشتغل على هذا الاساس. المجال الايه؟ المجال الضغط اللي انت حابه يعني. طبعا هو في ضد المجالات مثلا البايوفورماتكس برضه هو بيجمع اكثر من علم في نفس الوقت. البيولوجي بنتكلم على البيسس، البيولوجي والكمبيوتر والماثماتكس او الستاتستكس او التقريبا. تمام. العلوم لازم تكون مهمه دي علشان تعرف انك تتعامل او تشتغل في البايوفورماتكس. وطبعا لغات البرمجه كتير انك تشتغل بيها، بس صراحه يعني البايوفورماتكس في بايثون والار، تمام.
طيب مجالات تاني مثلا الاي اي طبعا بنسبه كبيره بتستخدم البايثون. تمام. ايه كمان؟ آه، في بقى حسب الابلكيشن اللي انت بتشتغل عليه او حسب البروجكت اللي انت بتبنيه المستشفى او الشركه اللي انت كنت بتبنيها. نفس الوقت برضه كان السوفت انك مش محتاج انك تشتغل اون سايت او سلايد، لا بالظبط. ممكن تشتغل من البيت. عشان كده بقولها كتير قوي ان هو مناسب للبنات، اكتر حاجه مناسبه للبنات في قسم طبيه. بحس انا من وجهه نظري صح ان هي ممكن يكون السوفت وير، بحيث ان هو شغاله من البيت وكده. ما لو الصيانه مثلا انت ممكن تسافري كل شويه وبتاع. كلينيكال مثلا انت قاعد في المستشفى مع عيانين وناس اجهاد نفسي جامد قوي وفي عمليات وحاجات زي كده. فبحس ان اكتر حاجه طبيه مناسبه للبنات هي والدارج برضه والسيلز. والدارج برضه الكلينيك. يعني بالظبط. حتى في جامعه كتير كانوا بيقولوا ان هو الكلينيك اللي بيكون مناسب برضه للبنات علشان الشمس بقى وصفر وبتاع، لا يكون في المستشفى المكان بيكون مكيف او المكان بيكون على الاقل ايه امن، ممكن نقول امن. صح. فيعتبر برضه الكلينيكال من المجالات المناسبه للبنات، وبرضه يعتبر الحاجه برضه الميديكال برضه من المجالات المناسبه يتعلق وسيله يعني. بس ميديكال بلاننج مش ما فيش فرص عمل كتير قوي صح في مصر، ولا ده من وجهه نظري غلط؟ والله بصوا على حد علمي انا اعرف ناس كتير شغاله في الميديكال بلان، ولكن يعني انا ممكن حاجه ما فيش حاجه اسمها فرص عمل قليله. هو الفكره ان في ناس كتير، الفكره برضه غلط. انت لازم تتعلم ايوه توصل للدرجه اللي تكون مطلوب فيها علشان تشتغل في المجال اللي انت عايزه. زي ما انت قلت تتخصص كده بالظبط. لو انت شاطر قوي فعلا اوت من انت تطلب بالاسم صح. والله في ساعات انا يعني دوت اللي بيتحكى لي يعني انت اللي بتدي الرقم اللي انت عايزه. انت متخيل انك تيجي الشارع وتدي الرقم اللي انت عايزه ليه؟ خلاص ده برنس. ايوه. طب اسم الجامعه بيفرق في يعني انا خلاص دلوقتي مثلا عايز اخش طبيه، فاخش جامعه ايه؟ وبرضه اسم الجامعه هيفرق معايا ولا لا؟ هو اكيد طبعا التنسيق بيكون مهم قوي في الحته دي. في ساعات التنسيق هو بيديك جامعه انت مش عايز تدخل عشان مثلا مش عايز تروح عشان وحشه ولا حلوه، لا عشان بعيد عن بيتك. ولكن في نفس الوقت اسم الجامعه بيفرق في حته الخريج. يعني مثلا الشركه الفلانيه عارفه والله ان خريج جامعه كذا بيطلعوا طلبه جامدين جدا عشان عندهم مهندسين جامدين من جامعه كذا، فبيحسنوا السمعه بتاعت الجامعه بتاعتهم. بالظبط كده. تلاقي الباشمهندس مثلا خريج جامعه كذا فبيدي صوره حلوه عن الجامعه بتاعته. بالظبط. فممكن يوصفها بالطريقه دي. بالظبط. وبرضو عايز اوضح حته ان يعني بلاحظ كده مثلا جامعه القاهره بيكون الشركات بحس ان هم بيحبوا جامعه القاهره او بينزلوا جامعه القاهره مثلا منظمين ايفنتات كتير، بيحاولوا يخلي الشركات تيجي للطلبه كتير. انا بحس بكده بصراحه. حتى انا بعمل تيم دلوقتي في جامعه حلوان مثلا ان احنا بنتواصل مع شركات وكده ان هم يجوا لنا برضو الكليه وكده. فانا بحس بوجهه نظري في الحته دي الصراحه، بحس ان هم الشركات بتنزل كتير لجامعه القاهره، بيعملوا مثلا مسابقات، بيعملوا حاجات زي كده، بتبقى مقتصره على جامعه القاهره بس. برضه بص هو اكيد بيبقى في برضه انواع مختلفه كتير من الدعم سواء ايفنتس او مسابقات او غيرها، ولكن ممكن نقول ايه ان كل جامعه ازاي بتبرز اللي حصل عندها. فانا جامعتي مثلا برضه كان بيبقى في ايفنتس او بيبقى في زي وورك فير او حاجه زي كده بيتيح للشباب فرصه ان هم يقدموا على شركات، والشركات دي ان شاء الله يقدروا لا سواء في تريننج او في شغل او في شغل. فجامعه القاهره طبعا يعني هي غنيه عن التعريف، يعتبر اكبر يعني معاها خالص عشان يعني جامعه القاهره ليها شركه. فهي مسقط راس لشركات او لمؤسسات كتير ممكن تكون عايزه ان هي تروحها او تفيد الطلبه بتوعها. مش عشان حاجه تانية، هي برضه ما شاء الله القاهره يعني نوع من التعريف. بس برضه في الاخر ايا كان انت في جامعه ايه بشخصك بالظبط. يعني انت لو قوي هتجيب لي اسم فعلا. والله بص انت خريج معهد مش خريج جامعه اصلا. بالظبط. مش شغال على نفسك، مش متوقفه. اهم حاجه يكون شغال على نفسك، دي اهم حاجه. يعني اسم الجامعه في الاخر مش هيبقى بس هو بيبقى تحفيز، يعني جزء بونص كده. معنى صح انك اصلا انت بتكون خريج، خلينا نقول انت لازم خريج جامعه كبيره قوي 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 تمام، بس انت مش مبتدئ بتشتغل على نفسك خلاص. مش حاجه مش الشهاده في الطب غير كارير بقى او تشتغل كده، او ابتديت متعلم تشتغل على نفسك بتبقى حاجه كويسه. دي الفكره يعني. عايز اخش عملة عايزك يعني توضح لهم المرتبات الطبيه عامله ازاي يعني عموما. مش لازم نخش في كل حاجه كلينيكال كذا السوفت وير كذا، لا انا عايز
رينج سالري عموما. طيب هو طبعا يعني انا عندي ناس صحابي خريج هم برضه دلوقتي بيشتغلوا في المجال يعني ما شاء الله. كان في احدهم كان قال لي المبلغ اللي بيخلص من 5000 7000 جنيه. تمام. في حد تاني كان قال لي انه بيقبض 20000. هي تختلف بناء على ايه؟ ايوه على المجال اللي انت بتشتغل فيه وبناء على الشركه اللي انت بتشتغل معاها بس. طيب انا ازاي اوصل للسالري او الارقام الفلكيه دي؟ باجتهاد. بس يعني اجتهاد المفروض اجتهاد توفيق. اجتهاد لوحدك بس تغرق. لازم يبقى في تفهم مبرع بس. فدي بس عايز اوضح حته ان انا بقولها كتير قوي للطلبه لما بقى في ايفنت مثلا بوضحها مثلا الناس بتاعت اولى او كده بيوضحوا لهم المجال او كده. بحس ان قسم طبيه من اكتر الاقسام اللي فيها ريسك عالي قوي يعني من حيث ان انت دخلت طبيه فانت بصراحه من وجهه نظري شرط ان انت تارجت شركات مالتي ناشونال. يعني انت وانت داخل وبتشتغل على نفسك بتشتغل على نفسك بكفاءه عاليه قوي بحيث انك توصل لشركات مالتي ناشونال عشان تلقى السالري اللي انت مقدرها. يعني مثلا اسمع ان في شركات لوكال او شركات محليه كده متوسط السالري مثلا من 5000 ل 7000 جنيه كمثلا سيلز او سيرفيس. ف متهيألي 6-7 ما يقدرش يعيش حد في مستوى دلوقتي كويس خالص او كمهندس يعني مش هيكون مرضي قوي بالنسبه لي. وبرضه يعني بيبقى في كوميشن في الاخر او كده مثلا بس يعني انا بالنسبه لي وجهه نظري انا طموحي ان انا اشتغل بسالري اعلى من كده فبقى لازم اكون متارجت شركات مالتي ناشونال مثلا بالظبط. فبيكون المنافسه والكومبيتيشن عاليه قوي ان انا اخش شركه مالتي ناشونال بالظبط. فانا انصحك يعني لو هتخش طبيه خلاص يبقى انت داخل كده متارجت مع نفسك ان انت هتخش تشتغل في شركه مالتي ناشونال بحيث انت تكون شغال بسالري كويس او كده او تتجه سوفت وير برضه بيكون السالري برضه كويس فيها. بالظبط. طب انا دلوقتي كده لسه في اولى ولسه في ثانوي اصلا بيبقى في ثانوي بيبص مجالات هندسه ايه اعرف منين ان اخش طبيه دي او لا او يعني احس ازاي ان اخش طبيه او لا؟ طيب اول حاجه خالص انا ممكن اشوف المجال اللي انا هدخله دوت انا هشتغل في ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا هعيش بقية حياتي كمتخصص في المجال. طيب هو انا قاعد دلوقتي قدامي فرص معين تمام اقدر احصل عليها مثلا باشمهندسين في تخصصات اخرى يكون عندهم فرص في مجالات ثانيه او شركات ثانيه. طبيعه الشغل نفسها او طبيعه الحياه نفسها بتبقى عامله ازاي؟ فدي اللي بتحدد عليها انا والله حابب المجال ولا لا. واهم حاجه انا اكون حابب. بالظبط يعني بالظبط زي ما احنا وضحنا له كده يعني كل شغل بتاع كل قسم عامل ازاي وايه هنعمل ايه بالظبط. يعني زي ما قلت لك هنعمل ايه في كلينيك هنعمل ايه في قسم الصيانه مثلا وكده فهو يشوف انت تشوف بقى انك حاببها ولا مش حاببها. لازم تخش قسم حابب عشان تقدر تتميز فيه وتطلب بالاسم او انك تاخد السنه اللي انت عايزها. بالظبط. طيب طب خلاص انا مثلا حبيت قسم التربيه جدا وخلاص عايز اخش طبيه اعمل ايه؟ اجهز نفسي ازاي او ان تنصحني بايه اعمل ايه اجهز نفسي ازاي او كده؟ طيب اول حاجه خالص كل مجال بيبقى ما شاء الله الناس المتميزه فيه تمام. في الناس المتميزه هي متميزه ازاي؟ الناس اللي عندها خبره سنين كتيره اسمعهم كده انا هقع في غلطات كتير. فالمهم يبقى عندي ايه؟ منتور. المنتور ده هيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. خد بالك والله دلوقتي خلاص حبيت المجال اللي فيه. طيب استعد بقى اعمل 1 2 3 4 خد كورسات فلانيه تابع فلان الفلاني الكلام ده كله. ده هيخليني انا ماشي على فوضى على الاقل على دوائر شبه انت واحد ممكن يعمل اكتر من انت وبتسمع عن كلام اكتر من حد متخصص فيه. بعد كده انت تعرف فعلا الابداعات فيه ويعني تشيل لك كل مشتت او تكون لوحدك كطالب لسه ما عندوش خبره في المجال هذا ما عندكش بسرعه خالص. بالظبط. طب الدنيا انا هحتاج بسرعه اقول لك والله اشتغل وفي نفس الوقت تدرس تكون شاطر منها. ما عرفتش توزن لا حد والله لو اشتغل وفي نفس الوقت بتدرس المهم يبقى عندك حد يقول لك انت فين بيتوقع تشوف سكه هتقرا الغرقان ده ياخد منك بيكلفك 5 سنين من عمرك. بالظبط. هو هيقول لك برضه المنتور ده جايبه منين؟ يعني يعني ممكن يقول الوالد والوالده منهم في الحياه. جميل. بيبقى في مثلا عندي واحد صاحبي والله اكبر مني بكام سنه ده بالنسبه لي يعتبر منتور في حاجات معينه. المنتور في المجال يجيب ازاي؟ اول حاجه بيبقى فيه مثلا مهندسين في المجال ما شاء الله اسمه مسمع في حته معينه حبيبنا في المجال. نفرض مثلا بالكلام جميل
مع الوقت او لو جت فرصه او ايفنت او حاجه حاول توصل له بالظبط. تعرف عليه الكونتاكت بتاعه الكلام ده كله. يعني هو في البدايه ممكن ناس بتاعت سنه رابعه اكيد هيبقى ليهم علاقه بيهم كتير جدا، يعني هو في اولى هتلاقي ناس بتاعت سنه رابعه برضه مرحبوا بانها تتكلم معاه وكده وترشدوا الموضوع. بس اهم حاجه ايه؟ مش اي حد في سنه رابعه. مش اي حاجه، في ناس ينطق في ناس بتبقى فعلا بص اللي هو اصدق اصلا مش طايق نفسك فاهم مش حد فده هو برضه يجي يرتقي برضه بيه الشرح رابعه. طيب مين الناس اللي عندها ضجه كده او اسمها في جامعات وقتي في البعض. والخطوه الثانيه ما ينزل تريننج او كده هيلاقي ناس متميزه فيقدر انه يتواصل معاهم. بالظبط. وليه كده برضه ده لازم اي حد يكون داخل هندسه والله ايه مجال الشغل صح والله. ليه انت بجد مثلا انت بتدخل شركه معينه تدور على الشركه دي موجوده في مصر خلينا مثلا شركه مالتي ناشونال او شركه لوكال تدور باسماء غير عشان نسيب دول مش هتلاقي كل الناس اللي شغاله تمام. لا عندك جديد طبعا او كده كل واحد فيهم بيتكلم لو انت رابط في كلامك وكده بتتكلم معاهم باسلوب مهذب هتلاقي الناس مرحبه جدا انهم بيتكلموا معاك. اهم حاجه احترام المواعيد. احترام المواعيد اللي انت بتلعب فيها. يعني مثلا مش فاكر بس حد شيء يبقى الساعه 2 بالليل ازيك يا باشمهندس عامل ايه بتاع ساعه حاجه مش هرد عليها وكده وبعد رجع مش هرد. طيب بريف كده سريع مميزات وعيوب. يعني عايزك تقول مثلا كام نقطه كده شايفها حاجه حلوه قوي مميزه المجال وحاجه مش كويسه انت مش عاجبك مثلا المجال. ممكن مثلا نقول احنا المجال بتاعنا واسع قوي قوي في تخصصات واسعه جدا ولكن تحديدا في مصر في مجالات كتير مش موجوده او مش بيتم تسليط الضوء عليها واحنا حاليا في مصر. يعني مثلا تيجي تسافر بره دول بره يعني بره مصر تلاقي في مجالات فعلا لا ما شاء الله جديده اللي هو في مصر ما سمعناش عنها قبل كده اصلا زي مثلا R&D مثلا ما فيش مصر. هو في R&D بس مش بقوه زي بره مصر قليل دل على حد هادي لكن حد هادي فعلا الار دي موجود بره مصر بكثره اكتر عن جوه مصر. تصنيع مثلا بالظبط مثلا ايه كمان كان في مجالات تانية والله ولكن ده مش متذكر الاسم. يعني كان في مجالات زي والله مش فاكر اسم المهندس بس تقريبا برضه يعني كانت ما شاء الله عليك في بره مصر كل شركه يعني والله على فكره وما شاء الله كان شاف مجالات جديده اول مره نسمع عنها هنا في مصر. اكيد حاجه جديده ما شاء الله فعلا ده شغلي انت باكتك مش كده مش شايف ده فدي مثلا دي بنقول عليها سعر. طيب مميزات يعني احلى ميزه انا شايفها بصراحه ان هتقدر انك تدخل في كل حاجه واي حاجه مودياك لكل الطرق. بالظبط. يعني بابا تلاقي ايوه ما تلاقي يعني انت تلاقي الدنيا روق تلاقي كل حاجه تلاقي سيج تلاقي يعني بص انت داخل يعتبر تدخل فيها في كل حاجه. فدي من اقوى الايجابيات في مجال انك انت لو عايز تعمل شيفت كارير انت تعمل شيفت كارير في مجالك عشان صح. طب انا هنط هنا برضه صوره كبيره في مجالك ما بعدتش قوي عن الباك جراوند الدراسيه بتاعك. بالظبط فده شيء جميل يعني. عايز وجهه نظرك كده في اقسام كهرباء، يعني حد لسه في اعداد هندسه وعايز يعرف يخش انهي قسم في كهرباء او تنسيق برضه مضايقه شويه فيخش اتصالات ولا كهرباء ولا طبيه، يعني ايه الفروقات ما بينهم كده برضه بس. طيب كنا اتكلمنا في البدايه انه احنا بناخد الاساسيات يعني مثلا في المدرج تلاقي الاقسام كلها مع بعض تمام. يعني الاساسيات بتاعتكم بعد كده نبدا ان احنا نتشعر ان في مواد لا والله المواد دي مش هياخدها ده القسم الفلاني على القسم الفلاني تمام. يعني مثلا المواد الطبيه كلها بس لا مش هياخدها ده القسم الطبي تمام. ماشي اناتومي فيسيولوجي بيولوجي بايوكيمستري باقي مواد ده ممنوع في الماده اصلا تمام. عندك مثلا حساب اخرى زي مثلا اتصالات لا فدول بياخدوا الكترونكس على حد يعني 3 متخرج صح. مثلا باخد الكترونكس 3 لا ممكن ياخد 3 4 و5 تمام. السيركتس برضه نفس الكلام ده كويس. ايه كمان ممكن نقول بقى مواد ثانيه الجانب التكنيكال قصدك عندهم اتقل او بالظبط بس ايه في مجاله يعني الحاجات دي محتاجه بس مجاله بالظبط صح. حاجات مثلا متعلقه اتصالات نتوركينج مثلا او كده تمام.
احنا ما بنجيش جنبها اساسا طبيه. بالظبط ليه؟ علشان انت مش هتحتاجها صح. الا لو الشغل بتاعك السلعه مثلا انك تشتغل شغل بهذا كويس. وبالمناسبه الاقسام الاخرى تقدر انها تشتغل ده طبيعي. يعني قبل كده مثلا لو جيت تشوف انستراكتورز او في المستشفيات او في الشركات او كده، تلاقي قديما مش قديم، قديم ده اللي هو من كام سنه، مثلا من 10 سنين 10 سنين مثلا اللي شغالين في المجال مش منطقيه اصلا. صح. باشمهندس عارف كان ميكانيكا وشغال فيليكس ما شاء الله. باشمهندس هيك كنترول، مهندس كنترول. ف مثلا مش عارف اظن بصير كتير طبعا. في مثلا كنت اخذت تريننج قبل كده كان في جامعه المنصوره. كان في من ضمن الانستراكتورز اللي كانوا بيجوا ما كانوش اصلا من قسم الطب. عملت واحد خريج ازهر قسم شريعه. كان اجمد واحد في المكان والله. انا بقول لك ما شاء الله فاهم اللي هو ايه بيتعلم بس انت ايه وعارف مش شغال. فانا ابتدى كان في مهندسين اجي اقعد معاهم يقول لي انا والله مش شغال على نفسي، وكنت قعدت وقررت وقت ان انا يعني عايز ادخل المجال. فانا سبحان الله الفرصه وفي نفس الوقت تحس ان الفرص بتجيلك، انت فاهم فرصه خاطر بتجيلك او حاجه. بس الكلام ده يفضل قبل شويه بالظبط. كان ساعتها لسه قسم طبيه ممكن نقول مش منتشر قوي زي الاقسام بالظبط. بس طب بالنسبه بقى للكهرباء ما كانش كهرباء. طيب قسم كهرباء على حد علمي احنا بنتكلم مثلا زي فولتج ما يبقاش ليه علاقه طبيه خالص. يعني بص ما دول يعني انا عندي صح كتير فيها والله، لكن مش انا اتناقش معاهم في الشغل ده او كده. ولكن يمكن يكون شغلهم مثلا متعلق بالمعالجات او يكون مثلا شغله بالقطاعيه الديستريبيوشن بتاع توزيع المواطن مثلا اللي هو شغل الاندستري واللي هو التصنيع الكبير او ازاي المصانع الكبيره او بالظبط. يعني مش شغلوش على الكترونكس اللي هي 5 فولت اساسا يعني تقريبا يعني بيبقى شغلهم على سكيل اعلى بالظبط على سكيل اكبر من كده كتير. المهم ان احنا مختلفين عنهم يعني احنا مختلفين خالص. بقى تحب تضيف حاجه عنده؟ تمام. بالنسبه للمهندس فانت نجم كيف قسمك ايه؟ اللي انت عليك انك انت تطور مهارات كده لسه قاعد اجنبس. تمام. اول انك تكون انت مش مهندس يعني ايه؟ يعني بروبلم سولف. يعني انت مشكله قدامك وبتحلها. تمام. بس دي اول حاجه. تاني حاجه فيما يخص سوفت سكيلز بيرسونال سكيلز، انك تعرف ازاي تتكلم بالظبط. لازم يعني تكون شغل واحد دي من وانت لسه طالب. ليه؟ عشان ابسط حاجه تعاملاتك مع زمايلك مع ايه؟ المجال بتوعك. تمام. ده بالنسبه مثلا للسوفت سكيلز. ايه كمان ممكن يقول انك ممكن تنميها او تطورها ازاي؟ لو ان في كورسات اونلاين عشان الموضوع ده فده لا يكفي. لازم يبقى فيه ايه؟ تفاعل يبقى فيه انتراكت ما بينك وما بين طلبه زمايلك كتير او زي تتعامل مع طلبه كتير. انا ما بحبش شفتي مش شاطر كده اصلا. مثلا اقول لك اسم الانشطه الطلابيه. الانشطه الطلابيه مش شرط يكون فيها ناس مدفعتك، وحتى لو في ناس مدفعتك في قاعده ماشي. الانشطه الطلابيه بتفرق معاك انك انت بتعرف شخصيتك اكتر وبتعرف انت مين اكتر. تمام. بتعلمك في نفس الوقت ممكن تقول مش هنقولها وانش، ولكن كده حاجات في الجنب هتفرق معاك بعد كده قدام. يعني مثلا بتحط تحت ضغط او مطلوب لك اكتر على نفس الوقت. ازاي تفرق معاك حاجه ثانيه ما تسيبش نص خالص. مش حاجه مش هيسمع والله دلوقتي خلاص بقيت مهندس هتفضل تتعلم وتذاكر لغايه لما صح. لا بس من الاخر وقت ما توقف انك تتطور ما حدش هيستغنى عنك. الدنيا ماشيه انت عارف انك تطور الدنيا تمشي بقى تروح على ما ينفعش. صح. اول ما يشوفك ما هتلاقي في فرصه. تخيل ان دلوقتي مثلا ده الانترفيو ديت انت معاك مثلا 10 انت 11 ال10 دول كانوا حرفيا حالين نفسهم وشغالين على نفسهم ما بيناموش، وانت كنت طاحن نفسك بس ما عرفتش على نفسك زي ما هم متابعوا على نفسهم. اللي خدوا الانترفيو او تيجي تشوف مثلا كل واحد فيك بقى والدنيا عنده والسي في بتاعه لما تلاقي في ناس سبقاك طلعوها برضه جوه قدك برضه قاعدين على نفس الوظيفه بس هو عنده مهارات اكتر منك. المهارات لا تتوقف فقط برضه على الايه؟ السوفت سكيلز. في عندك اللغه انت لازم تقول له بالظبط دراسات كلها الانجلش حرفيا بالانجلش كل حاجه بالانجلش. فما ينفعش انك يعني توقف. لا انت مثلا انا والله خلصت مذاكره النهارده انا هقعد اذاكر شيء انجليزي. تمام. اقعد ان انا هشوف مثلا لغه برمجه اتعلمها. طيب اشوف مهاره معينه اتعلمها. انا كان عندي ناس صحابي والله بيتعلموا مهاره التصوير.
بيقول لي حابب ان انا اصور، بحب ان انا اصور دلوقتي مثلا تعلمت مونتاج بالصدفه. حاجه زي كده. دي مهارات بتشتغل بعد الوقت. في مثلا حد تاني بيحب الماركتنج، حد تاني بيحب الفيديو ايديتنج. سبحان الله كلها بتوافق مع بعضها في الاخر. يعني انا لولا ان انا اتعلمت مونتاج ده كنت هعمل فيديو معاكم ومش هعمل فيديو مع باشمهندس ايهاب. بالظبط. عملت نتورك كويسه. يعني وجهه نظر الصراحه انه ابدا. يعني الفكره كلها في ابدا. ابدا لو حاجه صغيره، صدقني مع الوقت عمرك، يعني انت عمرك ما هتبدا كبير فجاه، استحاله. انت لازم تبدا حاجه صغيره كده، زي مع الوقت هي اتطورت لوحدها. يعني حاجه واحده ابدا. يعني بصراحه دي وجهه نظري. كنت هقول لك تحب تقول لهم ايه للناس اللي دخلت طبيه، بس خلاص جاوبتها يعني الصراحه. بجد اتشرفت بيك يا باشمهندس درويش، من اكتر والله الناس اللي ليها معزه خاصه عندي. يعني انسان لابق، بتعرف تتكلم كويس، متواضع جدا ما شاء الله، من احد اشطر الناس في القسم بتاعنا. بجد شخص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون وصلت لك صوره واضحه جدا انك تخش طبيه او ما تخشش. ان شاء الله كل الاقسام هنعمل نفس الموضوع ده. هوضح لك كل حاجه بالظبط من ناس متميزه عندنا في على مستوى الكليات. يعني مش لازم عندنا يبقى حلوان بس، انا لا، ايا كان الكليه ايه، اهم حاجه يكون الشخص متميز واكون واثق جدا في كلامه. الصراحه ما اقدرش استحمل مسؤوليه ان حد يغير الكارير باص بتاعه بناء على كلام يكون فيه نسبه غلط او كلام مش دقيق. يعني مش ما احبش اقول لك ان القسم بتاعنا كول، القسم بتاعنا متميز وكده، وفي الاخر تخش وتلاقي الواقع حاجه تانية. لا، انا عايز الكلام يكون صادق جدا، بحيث ان انت تخش او تخشش تكون راجع لك، بس انت تكون فاهم الموضوع وتكون فاهم القسم بتاعنا شغل ايه بالظبط، وكانك دخلت القسم بالظبط. اكيد برضو وجهه نظرك هتتغير لما تخش القسم او لا، بس مش هيكون ما قلتلكش المعلومه غلط، كل المعلومه واضحه. بالظبط. شرفت بيك ومعيش على الطبطعه. شكرا.